السلام عليكم أعزائي المشاهدين. يا رب كده رمضان سعيد عليكم ويجي العيد سعيد عليكم إن شاء الله. احنا دلوقتي هنحضر، شايفين الفسيخ بجماله، هنعمله بكل تكاته بكل حاجة فيه، وهنقول كل حاجة فيه بالظبط. دلوقتي أنا جايبة 3 كيلو سمك كبير بوري، هنغسله كويس جدا وننضف الخياشيم من حتت تكتل الدم. ننضفه كويس بمية عادية من الحنفية، مش مية سخنة ولا أي حاجة، مية عادية جدا. هنغسله كويس جدا جدا و... ونمسكها كده شوية من نصفي المية، نحاول نصفيها حتى واحنا ماسكينها في ايدنا. وبعد كده هنعمل هنغسل كل السمك اللي احنا جايبينه 3 كيلو. دول يا جماعة كانوا طالعين، يعني 3 كيلو كانوا طالعين 8 سمكات. هنصفيه، هنجيب حاجة غويطة كبيرة، يعني أي مثلا دورة عندك، جردل اللي هو بتاع الجبنة السايحة النستون أو أي حاجة، بحيث إن السمك هتقف وتكون صادة نفسها مع بعضها. هنرصصهم ونغسلهم كويس جدا ونحطهم في الحاجة الغويطة دي. هنسيبهم يعني حوالي مثلا ساعتين 3، بس تكون في مكان آمن، ما يكونش فيه يعني أي حشرات، أي دبان والحاجات من دي، علشان ما يقفش عليها. والأحسن إن انت تعملي الحاجة دي يكون بالليل، الخطوة دي تكون بالليل. تمام. بعد ال3 ساعات هنقوم بقى جايبين السمكة، ونجيب مناديل، ما عندكش مناديل أي قماشة تكون عندك نظيفة، هتقوم بقى مجايبة الخياشيم كلها بتاعة السمكة من الناحية دي والناحية دي، هتنضفيها كويس، تمسحيها لو في مية متبقية فيها في الخياشيم هتمسحيها من الناحيتين زي ما انت شايفة كده. وانت بتعمليها تضغط عليها كويس كده وتمسحي كل السمكة. هتجيبي بقى من عند الديل، تقومي ضغطة خفيفة. ليه؟ عشان لما تملحي السمك بعد كده وتيجي تفتحيه تلاقيه العظمية بتطلع منك بكل سهولة. ده الملح وفلفل، ملح وشطة، ولون اللي هو اللون اللي هو الكركم. جبت كمية كبيرة وملحتها، حتى لو فاض عندك ما تشيليش هم. المهم تحط الملح والشطة والكركم. هنجيب بقى السمك، السمك هنجيبيه وتقوم بقى هتمسكيها السمكة، كل سمكة مع لوحدها. بعد الخطوة اللي انا قلتلك عليها هتمسكي الديل تضغطيه علشان السمكة يعني تبقى كويسة معاكي. هنعبي الخياشيم، ده الملح والشطة واللي هو الكركم. لازم الكركم عشان الكركم بيقتل الميكروبات، والشطة دي زي مادة حافظة بتمنع نمو أي ميكروب في الخياشيم. هنعبيهم، هنحشي السمك دوتي بالملح والفلفل ده في الخياشيم ضروري. هتعبيها كويس جدا جدا زي ما انت شايفة بالحركة دي. هتعبيها كويس من الناحيتين وتكون مليانة يا جماعة. يا ملح خشن، ملح خشن، ما تجيبيش ملح ناعم. ملح الناعم هيخليلك السمكة تحدق بسرعة جدا جدا، وفي نفس الوقت هتخليها ناشفة قوي. انما الملح الخشن بتفضل السمكة بتقعد يعني تشرب منها ببطء جدا، وفي نفس الوقت بتستوي. هنيجي بقى عند السمكة نحطها شوية. هنا انا جبت جردل، عندي جردل اي علبة عندك بس تكون يعني كبيرة. بنحرش الملح تحت في القاعدة بتاعت العلبة بتاعتك البلاستيك، وتكون محكمة الغلط جدا جدا. هنرص السمكة، هنوقفها على سيفها كده، مش هننيمها، هتبقى واقفة. وهنرصها يعني واحدة خلف يعني مخلوفين عن بعض. ادي واحدة بالشكل ده والتانية بالشكل دوتي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي.
هنحطهم كده أول هنحشيهم، يعني سمكة سمكة، ما تستعجليش. وبعد كده هنعمل كل السمك بنفس الطريقة، يعني ايه. ولما تخلص الطبقة الأولانية هنعمل ايه، هنحط عليها، هنغطيها بالملح كلها. يعني بعد ما نخلص ده الرصة الأولى، وبرضه زي ما قلت لكم هتخليها واحدة واحدة كده، يعني راس وديل، يعني واحدة زي ما انتوا شايفين في الفيديو، راس وديل. وبعد ما نخلص تيجي بقى بالملح، الملح اللي هو العادي، ما هوش الملح اللي عليه شطة وكركم، ملح عادي جدا جدا هترش عليها، ويكون عندك كمية كويسة من الملح. يعني ما تخليش الملح يبقى عندك قليل، لازم كل الفسيخ الطبقة الأولى دي كلها تماما تماما. أنا دلوقتي رصيتهم ودلوقتي بحط الملح. هتجيبي الملح وترشيه كل السمك ده، يعني السمك ده يتغطى، الطبقة الأولى دي هتغطيها كلها تماما، ما تخليش أي حاجة منها باينة من الفسيخ، كله هتغطيه زي ما حضراتكم شايفين. وإن شاء الله هيطلع معاكم فسيخ ناجح جدا جدا جدا، هيبقى آمن إن انت تاكليه، انت عارفة ان انت اللي عاملاه بإيديكي، وعارفة مدى نظافته وجودته. وكمان السمك تجيبيه لازم يكون تسألي وانت بتشتري السمك ده سمك تمليح ولا للأكل. ده لازم البوري يا جماعة، البوري البلدي، لازم البوري البلدي هو اللي يبقى حلو جدا 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 في التمليح. في سمك يعني عشان تبقى بطنه نظيفة، يبقى الفص بتاعه لما تيجي بعد كده تاكليه زي ما شفتي في اول الفيديو، تلاقيه فصه احمر كده وردي، ويكون معاكي سمينة، السمكة بتكون سمينة جدا تعرفي تاكليها. ده احنا بقى خلصنا تقريبا كله. ادام زي ما انتوا شايفين انا برش لغاية حتى الديل، لازم الخياشيم دي الراس السمكة تتغطى كويس جدا 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 بالملح، يعني ما تخليش اي حتة فيها مكشوفة. تمام. وبعد ما بنخلص ادي اول طبقة، بتاخدي مثلا ايه شوية ملح من اللي هو اللي متلخبط عليه الكركم والشطة، بترشيها دي زي مادة حافظة ومادة عازلة ان اي ميكروب اي حاجة يوصل للسمك بتاعك. وهنا كمان في حاجة، لازم تكون العلبة بتاعتك محكمة الغلق، ان انت ما تقفليها ما تكونش داخل فيها هوا. وهنا احنا ممكن بعد كده ايه بنحط نجيب ورق ورق كرتون، اكياس بيضة نظيفة، مش حطوش اكياس سودا خالص خالص، انت عارفة ان الحاجات السودا دي مش كويسة. هنا بقى احنا كنا مخلصين الطبقة الأولانية، دي بقى الطبقة التانية. أنا قلت لكم إن يعني إيه هما 3 كيلو، يعني عايزة تملح أكتر على حسب العلبة عندك. هو على فكرة ممكن الفسيخ ده يعني هتاكلي منه في العيد إن شاء الله، هيلحق النهاردة 16، ده هيقعد بالظبط معاكي 8 أيام وتاكليه. يعني كل ما كان الجو بيبقى درجة الحرارة أعلى في الجو، كل ما الفسيخ بيتملح أسرع. يعني انت عايزة تاكليه مظبوط، الملح بتاعه مظبوط، ما يكونش حادق، بتخليه مثلا في أيام الشتاء والسقعة الجامدة قوي بيقعد معاكي 8 أيام أو 9 أيام، مش 10 أبدا. لو 10 يبقى حادق، هتخليه 8 أيام. لو احنا في الصيف يعني في الجو الحر اللي احنا فيه زي اليومين دول، السمكة انت ممكن تاكليها بعد 7 أيام بالظبط أو 6 أيام، لو انت عايزاه اللي هو بقول عليه ملح دلع، بيبقى كويس جدا جدا. لو انت عايزاه سمكة تبقى حادقة معاكي،
طوليها شوية، طولي المدة، خليه من 10 ل15 يوم على حسب ما انتي بتحبيه. يعني لو بتحبي دلع بيبقى اسبوع، بتحبيه مستوي وحدقه مظبوط جدا هتخليه 10 ايام. لو انت بتحبيه حدقه زايد شوية بيقولوا عليه حادق عالي هتخليه 15 يوم. بعد ما تخليه 15 يوم، عايزة تطلعيه، هتطلعي تنفضيه من الملح كويس وتحطيه في اكياس وتقومي لفاه وتحطيه عندك في الفريزر في التلاجة. ده لو هتعينيه كمان لشم النسيم، يعني هيبقى عندك هتاكلي منه للعيد ان شاء الله، كل سنة وانتم حضراتكم طيبين، وهتاكلي منه لشم النسيم. 3 كيلو بسم الله ما شاء الله، يعني الكيلو السمكتين، و يعني هما كانوا 3 كيلو طلعوا 8 سمكات. هنا بقى خلاص خلصنا كل الكمية كلها، وبرضو زي ما عملنا في الطبقة الأولانية وهنحط في الطبقة التانية، هنغطيه كويس جدا جدا بالملح. مش ما تخافيش، مش هيطلع حادق قوي لان ده ملح خشن، مش بيحدق السمك يعني خالص. وغطيناه كله. وده يا جماعة بعد انا ما كنت ملحته من فترة، ده طلعناه اهو بنفتحه وزي الفل. وهتشوفوا دلوقتي الشكل جميل روعة جدا جدا جدا. احنا كنا في اليوم ده هناكل فسيخ ورنجة، في بيحب الرنجة وفي بيحب الفسيخ. شوف دلوقتي الشكل، كل اللي انتوا شايفينه ده الابيض ده اللي هو السمنية بتاعة السمك. لازم تكوني جايبة السمك من مصدر موثوق منه وناس انت ضمناهم وواثقة فيهم. شفتوا ما شاء الله. بصراحة انا مش برمي كل الدهون بتاعة السمك دي، انا مش برميها، انا باكلها، بتبقى طعمها خطير وروعة جدا جدا. شوفوا السمكة لما بنضغط على الديل بتاع السمكة، كل السمكة هتضغط عليه وانت بتفتحيه هتلاقي العظمة اللي في النص دي بتطلع من نفسها. شوف بسم الله ما شاء الله. شفتوا الجمال، شفتوا الحلاوة. اظن يعني مفيش احلى من كده، حاجة ضمناها ووثوق فيها وانت بتعمليها بنفسك في البيت، وبتبقي انت عارفة ولادك بياكلوا اهو. دي بقى العظمية اللي في النص بصراحة زبدة زبدة طلعت بكل سهولة عشان احنا كنا ضاغطين عليها، اللي هي من عند الديل لغاية يعني عند البطن. وألف هنا وعافية عليكم، ولما تجربوه ابعتولي قولولي طلع معاكم ازاي. ما شاء الله ما شاء الله، حاجة بجد آخر جمال وآخر نظافة. وألف هنا عليكم.